السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب ويعود عليكم الايام بخير ورمضان كريم علينا كلنا جميعا. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة كلنا بنحبها في رمضان، هي موجودة طول السنة بس سبحان الله احنا ما بنحبش ناكلها غير في رمضان بالاخص، وبنعملها في رمضان اكتر يعني. هنا هعمل لكم بقى الكنافة المقرمشة اللي لونها الذهبي كده زي المحلات. اول حاجة لو يا ريت بقى يبقى عندك كنافة تبقى حطاها في الفريزر وتطلعيها عشان تتفرك معاكي كده على طول وتبقى اسهل ما تجيبيها طازه، عشان لما بتجيبيها طازه بس بتقعدي تقطعي فيها وبتاخد منك وقت جامد. كده هتبقى اسهل وتتفرك معاكي بكل سهوله. وبعد كده تجهزي بقى معلقتين سكر بودره تحطيه عليهم كده عشان تدي برضو لون حلو وطعم حلو يعني تعادل برضو معاكي. وتجهزي نص كوبايه سمنه وتحطيها عليها كده وتفركيهم كويس قوي. انا عامله لكم يا جماعه الكنافه النهارده ساده، في ناس بقى بتحبها بالكريمه وفي ناس بتحبها بالمكسرات، زي ما تحبي يعني. بس انا الكريمه بقى بتبقى عايزه تتاكل سخنه كده في يوميها، لما بتقعد تاني يوم بتطرى شويه. وهنا بقى تفركيهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين كده كويس قوي. وكمان يا جماعة لو عندك بقى كبة ممكن تاخدي بقى الكنافة دي تضربيها، يعني اول حاجة انت تقطعيها طبعا بايديكي عادي. هي الكبة دي بقى زيادة بتزودي عليها اللي هي انت عشان تبقى يعني صغيرة او متقطعة كده. انا جربتها بتدي نعومية كده وجمال الكنافة بتبقى حلوة قوي، بتبقى ليها طعم مختلف فعلا لو ضربتيها بالكبة. ما عندكيش طبعا اقعدي قطعي فيها لحد ما تبقى صغيرة خالص. بس. وهنا انا كنت بقى بعمل السكر البودرة عليها والسمنة كده وبفركهم كويس قوي، وجبت صينية صغيرة كده. دول حوالي ربع كيلو كنافة يعني عشان انا عاملة صينية صغيرة. واحطها كده عليها وادككها كويس قوي زي ما انتوا شايفين بايديا، واعملها جامد كده وادوس عليها جامد واجيب الجيران تدوس عشان ايه تبقى متدككة معاكي. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بعملها اهو، واجيب صينيه برضو واعمل عليها جامد كده. بس هنا يا جماعه بقى جهزت برضو ايه يعني ربع سمنه كده وحطيتها على الوش، معلقتين يعني كبار كده. سيحت يعني سخنتهم وحطيتهم على الوش كده عشان برضو ايه تدي لونها وتبقى طعمها. ولا يا بقى لو عندك بقى سمنه بلدي وعملتي الكنافه بالسمنه البلدي ليها طعم مختلف، هتعجبك قوي وهتبقى زي بتاعت بره. كل واحد يا جماعه على حسب امكانياته والموجود عنده هيعملها وهتطلع حلوه. لو نيتك حلوه في الحاجه هي هتطلع حلوه. وبعد كده هنا بتدخليها الفرن على 180 درجه، واول ما تفصل معاكي بالجناب زي ما انتوا شفتوا كده تروحي مطلعاها على الشوايه. وهنا بقى يا جماعه الكنافه طلعت بقى شايفين لونها عامله ازاي يعني. هتحطي طبعا الكنافه بارده والشربات سخن. الشربات يا جماعه كوبايتين سكر على كوبايه ميه يغلوا، واول ما يغلوا اديهم عصرة ليمون، وبعد كده تسيبيهم 10 دقايق وحطي عليهم الفانيليا وتسيبيه يبرد خالص، وتطلعي الكنافة سخنة وتحطي عليهم الشربات بارد. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملي لايك وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.